ماذا فعلت البارحة؟ كنت أشاهد فيلما ثم قمت بممارسة التمارين. تمارين شو؟ تمارين شو؟ ايش المقصود بالتمارين شو يعني؟ فاكر الحركة هذه انه ما في احد من الاشخاص انه راح يفهم هذا الشيء فقط بينه وبينك. طبعا يا اخوان ضحى فهمت، كيف فهمت؟ شوف والله بالله فهمتي؟ المشكلة مو وين يا اخوان، المشكلة ما في ردة فعل لها عليك تكون واقف مع شخص لا اخلاق منافق ما خلى بنت ما طلع معه. سؤال بيني وبينك تمام؟ ايوه، ايش السبب ضحكتك هذه؟ ما سكرت اللايف. معقول يا اخوان ابس اوصل هذه الرسالة؟ والله العظيم انك يا ميكس، انك والله انك رجال صادق. انا رغم الكلام اللي سمعته والترندات اللي ضربت على حساب ميكس يا اخوان لما كان زوجها القديم، والله انه كان رجال. تعرفون ليش؟ تخيل معي لما تكون انت عارف شخص وعرفت شنو عيشته وهو شريك حياتك، ولما تفهم واقعه بشكل اكثر صعب انك تتفق معه. وهذا اللي صار مع ميكس يا اخوان. تعرفوا يا اخوان اني شفت هسه اكسبلور بالتيك توك، اقسم بالله اني استحيت من حالي وانا ماليش دخل فيه. انا بعيد عنه بالمره، بعيد، انا بعيد بفطر له كثير، ماليش فيه، بس انا شفته والله العظيم اني استحيت من حالي. اقسم بالله اني خجلت. اللي بدي يسالني شو الاكسبلور مش راح اقول لك يا حبيبي، خلص اللي شاف شيء في الاكسبلور. ميكس انت اسطوره، وربي انك اسطوره، انك دست عليها وعلى خشومها. اسالك بالله، هل هذا البنت تصلح تكون زوجه لك انت كشخص او اي شخص مشاهد؟ بالله تصلح هذا البنت تكون زوجه لك او لاخوك او لعمك؟ هذا البنت اللي ظهرت اخلاقها بهذا الشكل المخله بالاداب، طبعا ما ترضى عن نفسك. طبعا تسالني ليش هو، انا ذكرت انه كان رجال. طبعا رجال يا اخوان، لان الشخص لما يكون هو متصنع صعب يبقى لفتره طويله يتصنع بنفسه، يتصنع المواقف الجميله، يتصنع بشخصيته، يتصنع بواقعه لفترات مؤقته. لكن لما تصير المرحله عرض الواقع مثل الزواج هنا يختفي شيء اسمه التصنع. والله كثير ناس ضربت ترندات على ظهر، هو المسكين كان الشيء في صدره ما ظهر عشان ما يفضحها. بالله العظيم زوجتي طالق طيب يروحون مع امهم اذا ما فاز الهلال في الرياض. ايش رايكم؟ طلقت مرتك وخربت بيتك عشان مباراه اهليها ما تخاف الله. يا ولد والله هاي الناس وهاي الناس اللي تابع، والله انا مالي بالمباريات يا اخوان ولا اني متابعها ابد، ولكن لما دركت هذا المقطع وشفته ظاهر والله العظيم انه يكسر العين اقسم بالله. والحق والله مو عليك، الحق على الشخص او الرجل اللي اعطاك بنت واللي امنك عليها واللي خلاك تستر عليها. الساتر الله طبعا من بعد رب العالمين. كيف اليوم تعمل باولادك وباهلك تخرب بيتك عشان مباراه؟ واليد دبش يا الغبي. اقسم بالله انهم يا جماعه الناس تتابع المباريات والله العظيم انكم في غفله. دور عليهم آلاف الدولارات شهريا. الناس يا اخوان رواتبهم تعادل راتبك ب20,000 مره. انت ايش مستفيد منهم؟ كان خسر ولا فازم؟ والله العظيم هو الفايز. خسرت عمرك وحياتك مستقبلك يا الهابل انك تركت طلقت زوجتك. على اي اساس؟ ورب النعم اقسم بالله العظيم، اقسم بالله لو الي عليك فقط اني بقدر اوصل لك، والله لعلمك ان الله حق. انت شخص تحتاج واحد يسوي لك اعاده فرمته من جديد. والله العظيم ما هعمل كده تاني، اقسم بالله والنعمه الشريفه وحياة امي ما هعمل كده تاني. بتقول وحياة الحياة الشريفة وبحياة امي. يمكن انا لفظت يا رب اللهم اني فقط اريد ان ابلغ وليس اذا كان الكلام يا اخوان، ترى الكلام اللي انا قلته اعوذ بالله اذا كان شرك اني استغفر الله واتوب اليه، اني فقط دعيت وراها. ولكن هذه كلامها من احلف بغير الله فقد اشرك يا اخوان، وان الشرك بالله انه ظلم وعقابه كبير عند الله عز وجل. لا تاخذك هاي الناس السافهين يا اخوان، دائما بركز وبقول لكم هاي الفئه من الناس ابتعدوا عنهم. لا بتقول لي يظهر لي شخص وبيقول تراها محجبه ومستوره ومغطيه على شعرها. حبيبي اليوم انا لما شفت ضحى ظهر مع هذا يقمز لها، فهنا ادركت ان الحجاب هذا ما له شغل، هذا فقط تبغى متابعين على حساب الناس، تبغى تنشهر على حساب الدين والعياذ بالله. كلما احاول اكتم على نفسي وما اظهر اي فيديو من هاي الشخصيات التافهه، بقول لنفسي لعل وعسى انها تصل لاشخاص متابعين لهاي الشخصيات، وانهم يوعوا ابنائهم واولادهم بان ما يتابعون هؤلاء الشخصيات. ايش هاي تعرف الحركات هذه؟ ايش شخص قليل الادب ما عنده حشمه قل الذوق، حسابه كله بنات على الانستغرام، مو مخلي بنت مو ظاهر معاه بشكل عاري تماما. تبقى يعطيك دروس عن الحياه وعن اخلاق، يظهر مع بنت محجبه متابعاه كلها من العوام. هذا شيء جدا صعب والله
والله لا تعليق على هذا. اترك لكم يا اخوان التعليق في هذا، وانا اوصل هذه الرساله لكل شخص. انتبه على اولادك، انتبه على بنات، انتبه على اخوتك، اخوانك، اخواتك. يا اخوان انتبهوا من هاي الناس، هاي الفئه ضاله، والله العظيم انهم واقعين في مستنقع ما يخرجون منه الا اذا اراد الله ان يهدي. صعب انهم يخرجون من هذا المستنقع يا اخوان اذا بقوا فيه. صدقني ما يصلون الا لشيء ما راح يرضيهم ابدا، راح يندمون عليه طول عمرهم. العلاقات مثل هاي يا اخوان ترى على فكره ما تطول، صدقني لا تظهر منها فضايح كثير. فاترك لكم التعليقات، واسمحوا لي يا اخوان على الاطاله، وربي يوفقكم. في امان الله.